قلت له: يا أبي، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: يا بني، انتهت رحلتي إلى هنا، سوف أسافر. قلت له: يا أبي، إلى أين؟ قال: يا بني، سفري بعيد من دار الباطل إلى دار الحق، إلى فراق الأحباب. قلت: يا أبي، هل سيطول هذا السفر؟ قال: يا بني، نعم، سيطول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلت: يا أبي، هل معك زاد لسفرك؟ قال: يا بني، نعم، ولكن سفري بعيد جدا، ولا أعلم إن كان سيكفيني أم لا، فأرسل أنت لي الزاد. قلت: يا أبي، وكيف أرسله لك؟ قال: يا بني، بالدعاء. ادعو لي الله أن يغفر لي ويرحمني ويعفو عني، فهذا زادي، وإن قطعت الدعاء لي فسوف ينقطع زادي. قلت: يا أبي، هل سأراك مرة أخرى؟ قال: يا بني، نعم، نعم، ستراني عندما تنتهي رحلتك أنت أيضا. قلت: يا أبي، أوصني قبل رحيلك. قال: يا بني، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، ولا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى من جمع الدنيا بأكملها ولم يأخذ منها غير الكفن، ولا تشرك بالله أحدا، واسمع كلام الله، وتكلم مع الله، وأودع عند الله، وعامل بصفات الله، وكن مع الله دائما وأبدا.